اهلا بيكم في All About Design. النهارده هنتكلم عن الكيتشن بوهو ديزاين، ازاي تحقق البوهو ده في الكيتشن. انت عندك في المطبخ بتاعك كذا جزئيه ممكن تحقق فيهم البوهو بكل سهوله. ده من اسهل الاماكن في الشقه اللي ممكن تحقق فيها البوهو ديزاين. ده هنعرفه من خلال الصور. يلا بينا. دي الصوره الاولى. لو انتم ملاحظين خشب المطبخ نفسه ليه لون، البوتاجاز نفسه اخترته مش اللون التقليدي اللي متعودين عليه الاسود والجراي. الكراسي نفسها يا اما الخشب يبقى لون مختلف، لا اما عشان مش كل الاخشاب تبقى كل حاجه فيها لون سبته لون موحد ساده يعني، لكن بدات العب في لون القماش نفسه بتاع كراسي المطبخ. ده بيفرق جدا في البوهو ديزاين. تمام، فانا بشوف ايه المناسب اللي ممكن اغير فيه الوان كتير. هنا لا، خليت تقريبا اللون الزيتي في معظم المطبخ، لكن حطيت طبلات فيها الوان كتير حتى ولو الوان هاديه، استخدامات للبوهو ديزاين. وانتم ملاحظين جوه الارفف الازاز نفسها في لون اورنج والوان كده مختلفه كتير، فهي لون مختلف عن الزيتي. الترابيزه نفسها عليها الوان مختلفه عن الزيتي، فانا استخدمت كذا لون ممكن بكذا درجه. ده فرق معايا جدا في البوهو ديزاين. هنا برضو لو انتم ملاحظين السجاده بقى جمعت لي كميه الوان ملهاش حد كتيره جدا جدا، واستخدمت خشب مطبخ لون مختلف قوي عن اللي في السجاده، لكن ماشي معاها الالوان الاورنجات تمشي قوي مع الزيتي والاخضر، وخاصه الغوامق منها. بدات استخدم الزرع والناتشورال ماتيريال اللي موجوده مثلا في الترابيزه لو انتم واخدين بالكم، فانا ده مع ده برضو فرق جدا معايا في البوهو ديزاين. هنا بقى لا، استخدمت السيراميك بتاع المطبخ نفسه اللي بيبقى في الحيطان الوان كتير قوي، ورد عليه درجه من الدرجات اللي موجوده في الحيطه دي هي هتلاقوها موجود في الكرسي، الاطباق اللي موجوده. بدات ان انا استخدم ناتشورال ماتيريال وحاجات طبيعيه زي الزرع اللي موجود عندي متوزع في المطبخ، ده برضو فرق جامد جدا. هنا بدات اوزع كله بالوان مختلفه. نفس الكلام الفكره، استخدمت سيراميك في الوان كتيره. درجه من درجات السيراميك استخدمتها في الكراسي، بس ممكن اوقات يبقى سيراميك الحيطه او سيراميك الارضيه، شوف انت المناسب معاك يعني. برضو هنا استخدمت الارضيه سواء سيراميك او سواء سجاده فيها الوان كتيره، ودرجه من الدرجات بتاعه الالوان دي استخدمتها مره في خشب مره في ادوات مطبخ. نفس الكلام هنا سيراميك الحيطه. التلاجة نفسها ممكن تبقى لون مختلف في البوهو ديزاين. برضو هنا لو ملاحظين في ماتيريال مختلفه داخله عشان تخدم لي قوي الناتشورال ماتيريال اللي تبع البوهو ديزاين. هي الحيطه نفسها لو ملاحظين ان هي فيها ايه، فيها تجريحات كده كأنها حاجة قديمة قوي. هي لا قديمة ولا حاجة، هي خاصة بالديزاين ده يعني، واحنا بنصممها بالشكل ده، تحس ان هي طوب وبعد كده في جزء من الدهان مكسر. لا، ده ديزاين بيتعمل بيه البوهو ديزاين، بيدخل فيه جدا وبيخدمه جدا جدا لانه ناتشورال ماتيريال، هيفرق معانا. نفس الكلام هنا استخدمت طوب بس لونه ودرجته وشكله مختلف حبة، بس برضو اسمه طوب، ومعاه سيراميك في الوان كتيرة. وبدأت استخدم ادوات المطبخ نفسها بالوان كتيرة متدرجة. هنا استخدمت اكتر من كتر الوان الناتشورال ماتيريال، زرع الكتير، الحاجات اللي نازله من السقف على اللون الطبيعي، الرخامه نفسها، الالوان الفاتحه الكتيره. وعشان احط الوان كتير تخدم لي البوهو ديزاين، بدات في دواسه، في سجاده، حاجه كده صغيره تبقى في المطبخ فيها الوان كتير. هنا السيراميك بتاع الارضيه، هنا بصوا ده خادم البوهو بشكل كبير قوي. نفس الكلام هنا في ادوات المطبخ، ده الاعتماد الاول بالنسبه لي في المطبخ ده. نفس الكلام هنا الحيطه، الخشب، الوان كتيره قوي بتوزيعات مختلفه. هنا لو ملاحظين تبصوا كده ما تلاقوش الوان كتيره، بس دقق نظرك كويس هتلاقي من بعيد كده جاي لون احمر واصفر وبيج او بني وتركواز. العلب بتاعه المطبخ نفسها اللي ممكن تحط فيها السكر، الملح، الكمون، التوابل المختلفه عندك ممكن تبقى تجيبها لو انت بتحط المعالق والمغارف والحاجات دي كلها في ستاند، ممكن دي نفسها تبقى من السيليكون الملون. فانت تقدر تستخدم الوان مختلفه عن طريق الماتيريالز المختلفه اللي جوه الكيتشن بتاعك. لا اما في الاساس نفسه زي هنا الخشب نفسه لونه بيخدم لي البوهو ديزاين، الكراسي نفسها، وسواء ده او ده درجه من درجات اللون اللي موجود في سيراميك الحيطه اللي تحت الرخامه البيضاء اللي هي موجوده قدام الكراسي. فهي كده الوان كتير لكن في نفس الوقت بيردوا على بعض. هنا اللون الاورنج لو انتم ملاحظين مدخلاه كويس جدا، لان اللي قدامه هو اوبن كيتشن، فالجزء اللي قدامه الوان هاديه، فعادل هنا ادخل الوان صارخه. هنا بقى الحيطه مع الارضيه بقى لو انتم ملاحظين السجاده بالوان كتير قوي موجوده فيها. نفس الكلام هنا الخشب نفسه، بس هنا الوان كتيره هاديه في نفس الوقت. احيانا عميل بيبقى عايز الوان بوهو كتيره بس صارخه، والوان كتيره بس هاديه، انت تعرف ذوقه قبل ما تبدا التصميم بتاعك. فهنا الوان كتيره بس هاديه زي ما ملاحظين في الصوره. هنا معتمده اكتر على الناتشورال ماتيريال والخضره، وممكن السجاده اللي في الارض دي احط فيها الوان سخنه شويه لو هو. بدات هنا بقى السجاده برضو والخضره والناتشورال ماتيريال، كل دي حاجات خدمت للبوهو ديزاين. يبقى باختصار شديد انا بعتمد في الكيتشن بوهو ديزاين على ايه؟ سجاده بحطها فيها الوان كتير، الخشب بتاع المطبخ،
لون القماش بتاع كراسي المطبخ او لون الكراسي نفسها اوقات بتبقى فيه كذا لون، ممكن انزل لكم صور على كده هتبان دلوقتي. الزرع والورود ممكن بدرجات مختلفه بالوان مختلفه، مش لازم اخضر بس. شكرا ليكم، لو محتاجين اي سؤال مستنيه في الكومنت.